أسمعتم ما يقوله أمير المؤمنين؟ لا حرج علينا في أن نعلن ما نعتقده بين الناس. وهل يشمل ذلك رأينا في مسألة خلق القرآن يا أمير المؤمنين؟ كل المسائل مطروحة للرأي والمناقشة، كما كان الحال عند الإغريق تماما. رأيت بالأمس فيما يرى النائم رجلا عليه سمات الهيبة والوقار، فلما سألته من تكون قال لي إنه أرسطو. أرسطو جاء يزورك تكريما لحفاوتك به وحرصا على ترجمة كتبه والانتفاع برأيه والأخذ بمنهجه في حرية الفكر. عليك أن تترجم كل ما تركه أرسطو وقبله سقراط وأفلاطون أيضا لبيت الحكمة. لعل أمير المؤمنين يساعدنا في الوصول إلى هذه الكتب الأجنبية، فلقد وصل فكر الإغريق إلى درجة عظيمة في الأخلاق والسياسة. نعم يا فضل، نحن نتشاور الآن لعقد معاهدة مع إمبراطور الروم، أليس كذلك؟ بلى يا مولاي. فليكن من شروطنا في هذه المعاهدة استقبال علمائنا لنسخ ما يختارونه من الكتب عنده، حتى تتسع آفاق معارفنا ونطل على أفكار العالم من حولنا. ما رأيكم فيما يطلبه المأمون خليفة المسلمين؟ الربط يا مولاي الإمبراطور، لا شك في ذلك. كيف نعطيه الكتب التي تحوي خلاصة الفكر والعلم يستعين بها لترقية بلاده وتطويرها؟ أهذا ما انتهى إليه رأيكم؟ اكتب له يا سيمون أننا لا نوافق على ما طلبه المأمون. أخاف أن يفسد هذا الرفض معاهدة الصلح التي نسعى إليها. فليكن ما يكون، ولكننا لا نستطيع أن نعطيه ما يستقوي به علينا. عفوا يا مولاي الإمبراطور، هل تأذن لي برأي مخالف؟ كل ما عندك يا إدوارد. يعلم مولاي الإمبراطور أنني عشت سنوات في بلاد المسلمين عندما وقعت أسيرا في أيديهم. ما الذي تريد أن تقوله؟ لقد عرفتهم عن قرب، ولهذا نقترح أن ينسخوا كل الكتب التي عندنا ويعودوا بها إلى بلادهم. لا نوافق. كيف نعطيهم أسباب القوة؟ نحن نعطيهم أسباب التمزق والتفرق، فهذه الكتب التي يطلبونها تحمل أفكارا تناقض ما جاء بكتابهم القرآن. لو أنها انتشرت بينهم صورتهم الشكوك فيما يؤمنون به ويلتفون حوله. هذا هو الرأي الصائب. أحسنت الرأي يا إدوارد. اكتب للخليفة المأمون يا سيمون إننا حريصون على التعاون معه وإننا نستجيب لما يطلبه، فليبعثوا بالنساخ ينقلون ما يريدونه من كتبنا، وسنفتح لهم أبواب الكنائس التي تحتوي على النفائس من كتب الإغريق والرومان. قافلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف وصلتم إلينا وما أدراكم بمكاننا؟ انتظرنا القوافل القادمة من حران نحو 7 أيام حتى وجدناك في هذه القافلة. ما كنت أحب لكم هذه المشقة. تهون كل مشقة وكل تعب في سبيل انتظارك يا نفيسة العلم. وكيف حال مصر وأهلها؟ هم في شوق إليك. نحن في طريقنا إلى الحجاز، فلدينا مشاغل كثيرة هناك. لن نعطلكم طويلا يا إسحاق، إن هو إلا أسبوع واحد تقضياه معنا ثم تواصلان السفر. ما أظننا نستطيع. دعوا الزيارة لعام قادم. ألا تشدكم مصر وأنتم على بعد فراسخ منها؟ يا نفيسة العلم، مصر جاءها ما يزيد على 140 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم الزبير بن العوام وعبد الله بن عمر ومحمد وعبد الرحمن ولد أبي بكر الصديق.
وفيها أيضا مثوى عمتك زينب بنت الحسين. أشكركم على دعوتي وأعد بتلبيتها في فرصة قادمة. خير البر عاجله. أصارحك القول يا نفيسة العلم، نحن خرجنا من مصر على أمل أن تعودي إليها معنا، ولا نستطيع أن نعود إليها بدونك، فرجاء كوني معنا. هو أسبوع واحد ترتاحين فيه من عناء هذه الرحلة الطويلة ثم تواصلين السفر. أرجوك لا تخيبي رجاءنا. لست أملك الأمر في هذا الشأن، زوجي إسحاق صاحب الرأي فيه. يا إسحاق، ما أظنك تردنا إلى أهل مصر خائبين، وأنت ابن جعفر الصادق الذي ما رد سائلا قط. الرأي لك يا إسحاق. أهل مصر يلحون على هذه الزيارة، وأرى أنك راغبة في ذلك وأنا أيضا، ولذلك لا بأس من هذه الزيارة. حلست أهلا ونزلت سهلا يا نفيسة العلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لك على استقبالنا يا والي مصر. تأخذين الآن قسطا من الراحة، وسأجيء بمن يتولى شؤون الدار ويلبي كل احتياجاتكم. سنبقى شهرا إن شاء الله، ولن نزيد يوما واحدا كما اتفقنا. الدار داركم والبلد بلدكم، تبقون كما تشاءون وترحلون وقتما تريدون. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأدعكم لتنالوا قسطا من الراحة، وسأمر عليكم بعد المغرب إن شاء الله. بل انتظر. تفضل. أريد أن أسمع منك عن أحوال مصر يا بويطي. فاض النيل بالماء والحمد لله، والزرع كما ترين أمامك يبشر بخير وفير. يا نفيسة العلم، كلنا لا ننسى دعائك لنا وصلاتك من أجلنا. الحمد لله على خير الدنيا. وماذا عن أمور الدين في مصر؟ أغلب المصريين دخلوا الإسلام والحمد لله، ولكن بقي منهم إخوة لنا هم مسيحيون إلى الآن. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. صدق الله العظيم. نحن ما زلنا على مودتهم يا حفيدة رسول الله، نزورهم ونتعامل معهم ونتركهم يمارسون شعائرهم في كنائسهم وأديرتهم. تلك هي سماحة الإسلام الذي يرفض التعصب. وماذا عن أحوال المسلمين هنا؟ المسلمون في مصر بين جماعتين، أحدهما تتمسك بالأثر والسنة ولا تكاد تخرج عنهما، والأخرى تتوسع في القياس والرأي ولا تتهيب الإفتاء على أساسهما. في أي الاتجاهين ترين الصواب يا نفيسة العلم؟ أرى الصواب فيهما معا. علينا أن نأخذ بالأثر
ونجتهد بالرأي. إنهما متكاملان وليس متصادمين. هذا هو منهج الليث بن سعد تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. وسمعت أيضا يا نفيسة العلم أن هناك عالما في بغداد يسير على نفس المنهج، لا يترك الأثر والسنة ولا يتوسع في الرأي والاجتهاد. لعلك تقصد الشافعية يا بويطي. أو تعرفينه يا نفيسة العلم؟ عرفته في مجلس شيخي مالك، وتوثقت صلتي بزوجته، ولكن فرق بيننا الزمان والمكان. بعض المصريين يترددون على مجالسه كلما ذهبوا إلى بغداد، وكلهم يشيد بعلمه الواسع ورأيه الراجح. لعلك تبلغني بأخبار من يعتزمون الذهاب إلى بغداد. هناك رسالة أريد أن أبعث بها إلى زوجته. عندما علم المصريون بقدومها توافد عليها الرجال والنساء يرحبون بها. الناس في مصر متمسكون بالإسلام، متعلقون بأهل بيت رسول الله. لهذا أردت استقبالها أول ما وصلت الفسطاط، وأعددت دارا لإقامتها. تعرفون، لقد جاءت في الموعد المناسب تماما. هي حفيدة رسول الله، يجري في عروقها دم النبوة الطاهر. عليكما أن تتودد إليها وأن تكسب محبتها. لا تدرون كم أنا في حاجة إلى مساعدتها. يقولون إنها عالمة بشرع الله، تلقت العلم على يد مالك بن أنس، فلعلها تعاوننا على ما نطلبه من خير الآخرة. والدنيا يا خالدة، الآخرة والدنيا أريدهما معا. لن أستطيع أن أبلغ ما أريد إلا إذا عاونتني. تريد تأييدها عندما تنفصل عن الخلافة؟ لا أطمع في ذلك، ولا أظنها تفعله. إنما الناس منشغلون بها عن التحدث في أمور السياسة والحكم. وما يهمك في ذلك؟ لو تحدث الناس في السياسة لأفسدوها. الكل يبحث عن مصالحه، والمصالح تتنافر. أنا لا أفهمك. تريد الناس معك وتريد إبعادهم عن أمور السياسة؟ الناس ينجذبون إلى الحاكم الذي يرتاح له أهل البيت وعلماء الدين، ولا يهمهم بعد ذلك منهجه في السياسة. لذا أريدكما أن تكسب مودة السيدة نفيسة. الأمر لك، فأنت ولي الأمر. يمكنك أن تبعث إليها بهدية مناسبة. هؤلاء الزاهدون العابدون لا تجذبهم الهدايا، وربما لا يقبلونها. أنا سوف أبحث مع معاوني جابر غدا ما نستطيع أن نفعله للسيدة نفيسة. الرأي لك يا سيدي الوالي. لكني تعودت أن أستشيرك فيما أفعل يا جابر. أرى أن تستأذن الخليفة المأمون قبل أن تقدم شيئا للسيدة نفيسة. وما شأن الخليفة في أمر كهذا؟ العباسيون يتخوفون من أهل البيت ويخشون منافستهم على الحكم، ولو علم الخليفة ما تقدمه للسيدة نفيسة ربما ساورته الشكوك. صرت يا جابر من دهاة السياسة وخبرائها، وكنت أظن أن خبرتك في شؤون الجند فقط. أنا أضع في اعتباري الوشين الذين يريدون الإيقاع بينك وبين الخليفة، ولا أريد أن أترك لهم الفرصة. ما تقوله صائب، لو أني ساندت رجلا من أهل البيت. أما النساء فمهما تكن مكانتهن لا يطالبن بالخلافة ولا يصلحن لها أساسا. فاتني ذلك يا سيدي الوالي. قل لي، ما الذي نستطيع أن نفعله لاكتساب محبة السيدة نفيسة؟ مررت بدارها قبل أن أجيء إليك،
فرأيت الناس يتزاحمون داخل الدار وحولها، ولا بد أن ذلك يؤذيها. ماذا لو صنعنا سياجا من الجند حول الدار يمنعون التزاحم حولها؟ تريد أن نمنع الناس عنها؟ يدخل إليها من تأذن له بالدخول وفي الوقت الذي يناسبها. لا بأس بذلك، لا بأس. ضع الجند حول الدار يمنعون الناس عنها ويكسبونها مهابة قد تحتاج إليها. ما هذا الذي تضعونه حول داري؟ أردنا أن نكفل الأمان ونضمن لك الراحة خلال إقامتك في مصر. أمان؟ أنا لا أخاف ممن يتوددون إلي ويجيئون لزيارتي، وما أظن أحدهم يريدني بسوء. ولكنهم أعداد لا حصر لها، ولا يتركون لك وقتا للراحة التي تحتاجينها. إنما جئت مصر لألقاهم وأتحدث إليهم. بوسعك أن تختاري من يدخلون إليك ومتى يدخلون. وما أدراك أنني أريد ذلك؟ أنا لا أريد أسوارا تحجبهم عني أو تحجبني عنهم. نحن لا نمنعهم عنك يا سيدتي، وإنما نرتب الأمر وننظمه. أبعدوا الجند عن داري، لا حاجة لي بهم. الأمر لك، ولكن أبعدوا الجند وإلا سوف أعود إلى الحجاز. ما جئت مصر من أجل الأرض أو النهر، إنما جئت لألقى أهلها وأتحدث إليهم. هيا. ما رأيك في هذا الثوب يا حمدة؟ جئت به من متجر ولدك؟ ما رأيك فيه؟ شافعي، هذا الطراز لا يوجد منه في أسواقنا. من أين جئت به؟ جاءك هدية من مصر. هدية؟ ومعه هذه الرسالة. رسالة؟ إنها نفيسة، نفيسة العلم. تقول إنها في زيارة إلى مصر وستعود بعدها إلى المدينة المنورة. كيف تذكرتني بعد كل هذه الغيبة الطويلة. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. كنا ثلاثة لا نكاد نفترق، أنا ونفيسة وفاطمة ابنة الإمام مالك. لو غلبك الشوق إلى نفيسة العلم بوسعك السفر إليها، فالمسافة إلى مصر أقرب من الحجاز. ألا تفكر في الذهاب إلى مصر يا شافعي؟ كثيرون من مصر يحضرون مجلسي هنا في بغداد ويلحون في دعوتي إليها، وآخرهم عبد الله بن عبد الحكم. ألا تنوي الاستجابة لهم؟ لا تقلق يا شافعي، كتابك الذي تمليه عن أصول الفقه تستطيع أن تستكمله في مصر. ليس الكتاب ما يربطني ببغداد. ماذا غيره؟ وددت ألا أترك المعركة مع أصحاب الكلام حول خلق القرآن. قلت كل ما عندك، فما يدعوك للبقاء؟ كل هذه اللهفة للذهاب إلى مصر شوقا إلى صاحبتك نفيسة. كم أود رؤيتها. قل لي يا شافعي، أريد أن أرسل لها هدية قبل أن يعود رسولها إلى مصر، فماذا أبعث إليها؟ هل أرسل لها بعضا من الحلي من العقود والأساور؟ إنهم يتقنون صنعها هنا. الذي أعرفه عن نفيسة العلم أنه يغلب عليها الزهد والتقشف، وهي لا تميل لا إلى الحلي ولا إلى أدوات الزينة. إذن ما رأيك في سجادة للصلاة؟ بعض القادمين من فارس يعرضونها في السوق وعليها زخارف رائعة. هذه الزخارف يا حمدة ربما تلهي المصلي عن الصلاة، فالصلاة لا تحتاج إلا بقعة طاهرة على الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: جعلت الأرض لي ولأمتي مسجدا وطهورا. ماذا نختار إذن لرد هديتها؟ ألا تفكر معي؟ سلي ولدك عثمان عندما يعود، فهو أدرى مني بما في السوق.
حدثنا يا بويطي عما تذكر من أحاديث الليث بن سعد. لقد ذهب الرجل للقاء ربه بعد أن تلفت كتبه في قاع النهر، ونخاف أن يذهب فقهه الذي لا يعوض. لن يذهب إن شاء الله. اكتبوا اكتبوا. سمعت الليث يقول: ما من خلق كريم يصلح به المجتمع إلا والسنة النبوية تدعو له. فالسنة تدعو التاجر أن يكون صادقا حتى يكتب مع النبيين والصديقين والشهداء، وتدعو العامل أن يحسن عمله، لأن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. أتذكر شيئا في هذا الشأن عن الصانع؟ قال الليث: السنة تدعو الصانع إلى إتقان عمله، لأنه يأخذ أجرا، ومن يأخذ أجرا حاسبه الله على هذا الأجر. والسنة تدعو الأب والأم والأخ والأخت أن يرعى كل فيما وكل إليه، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والسنة تدعو أيضا إلى الصدق، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والسنة أيضا تدعو إلى الرحمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا بعض ما قال الليث في المعاملات، فماذا عن العبادات؟ ماذا عندكم أنتم؟ أذكر له حديثا تحدث فيه عن فقه الصوم في شهر رمضان، وأذكر مجلسا تحدث فيه عن الزكاة. فليسترجع كل واحد منا ما يذكره من أحاديث الليث في مختلف المسائل، لنطابق بينها قبل أن نكتبها ونسجلها. إن الحفاظ على فقه الليث ليس مسؤولية أحد بذاته، ولكنه أمانة في أعناق كل من سمع له، فلنسجل ما نعرف عنه حتى لا يقول الناس في زمان قادم: أضاع فقه الليث تلاميذه الذين لم يقوموا به. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صدق الله العظيم. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حول ولا قوة إلا بالله. حان وقت الإفطار يا عمتي. ما هذا يا عائشة؟ فاكهة ولحم طير وجدته أمام باب الدار. هذا هو اليوم الثالث الذي يتكرر فيه هذا الأمر. من الذي يأتي بهذا الطعام وماذا يقصد؟ الله يرزق من يشاء بغير حساب. ألا تذكرين مريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. لست كمريم التي اصطفاها الله على نساء العالمين. من الذي يجيئون بهذا الطعام كل يوم
وماذا يقصد؟ بعدما تأكلين نتحدث في الأمر. ائتيني بلقيمات من الخبز وبعض من الملح أفطر عليهما. وتتركين هذا الطعام الشهي؟ هو ليس لي يا عائشة، هو للفقراء والمساكين. ولكنه جاء لك أنت. أجراه الله على يدي لأوصله إليهم. خذيه وفرقيه عليهم. ما أعجبك يا عمتي؟ الذي يشغلني من الذي يجيء بهذا الطعام ويدعوه أمام الدار؟ وماذا يقصد؟ لا أعرف، بل ينبغي أن نعرف. راقبي المترددين على الدار غدا قبل أذان المغرب، وأمسكي بمن يضع هذا الطعام وأحضريه إليه. يا عمتي، يا سيدة نفيسة. من أنت؟ امرأة مسلمة. وما اسمك؟ لا داعي لذكر اسمي. لما تواصلين إحضار الطعام كل يوم وتضعينه على بابي؟ ابتغاء مرضات الله. تحسبينها صدقة؟ الصدقات مصارفها محددة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. صدق الله العظيم. ولست من بينهم والحمد لله. أستغفر الله، أنا لا أقصد الصدقة. لقد كان جدك صلى الله عليه وسلم لا يقبل الصدقة، فكيف أعطيها لحفيدته؟ وماذا تقصدين بهذا الطعام؟ هدية. لقد كان جدك صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية. هدية؟ ونحن لا يعرف بعضنا بعضا؟ بالله عليك لا تخذليني، لا تقطعي رجائي، لا تحرميني الخير الذي ألتمسه. وماذا يهمك من إطعامي؟ أنت لا تتخيلين مدى سعادتي وأنا أعد الطعام وأحضره إليك. أشعر أن هذا الطعام سوف يسري في دم النبوة الطاهر. ماذا لو أشفقت علي وأكلت جزءا من هذا الطعام؟ بحق مكانة رسول الله عندنا لا ترفض الرجاء. لقد كان جدك لا يرفض رجاء. ائتيني بالطعام كما تريدين، وسوف آكل منه ما أحتاجه، ثم أفرق ما تبقى على المساكين والمحتاجين. هذا غاية ما أطمع فيه. بارك الله لك وتقبل منك هذا الإحسان إلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أعرف من تكون هذه المرأة وما هي أحوالها. أعد لك إفطارك ثم أذهب للسؤال عنها. هيا يا عائشة، قصي أسرع قبل أن تغيب عنك. أما طعام إفطاري فسوف أعده بنفسي. يا عمتي. هيا يا عائشة. الأمر لك. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. هل وفقت يا عائشة فيما قصدت إليه؟ هذه المرأة ما عاد لها أن تدخل إلى دارك.
عمتي، سوف أردها بما تحمل من طعام. أهي تقترف ما حرم الله لتجيئنا بالطعام؟ لا أقول ذلك، ولكنها ما أحوالها يا عائشة؟ هي شديدة الفقر والحاجة، ولا تكاد تجد قوت يومها. رأيت أطفالها ومن بينهم طفل ضرير وهم يصرخون من الجوع، وهي لا تجد ما تقدمه له. أستغفر الله، أستغفر الله. إنها تغزل طوال النهار والليل لتبيع الغزل وتشتري بثمنه كله هذا الطعام الذي تجيئنا به. لا حول ولا قوة إلا بالله. أولى بها أن تطعم أطفالها الذين يتضورون جوعا. معك حق يا عائشة، ما كان لها أن تفعل ذلك. دعيها لي يا عمتي، سوف أنتظرها غدا وألقنها الدرس الذي يمنعها من العودة إلينا مرة أخرى. بالله عليك لا تخذليني، لا تقطعي رجائي، لا تحرميني الخير الذي ألتمسه. أنت لا تتخيلين مدى سعادتي وأنا أعد الطعام وأحضره إليك. أشعر أن هذا الطعام سوف يسري في دم النبوة الطاهر. ماذا لو أشفقت علي وأكلت جزءا من هذا الطعام؟ بحق مكانة رسول الله عندنا لا ترفضي الرجاء، لقد كان جدك لا يرفض رجاء. لا تصديها يا عائشة، فهي تستحق الصدقة. ولكنها أهملت نفسها وأسقطت حق أطفالها من فرط حبها لنا، فكيف نلومها على فرط الحب؟ أتقبلين طعاما يا عمتي يمتزج بصوت أطفال جياع لا حول لهم ولا قوة؟ أتعرفين أين تقيم؟ أجل يا عمتي. اذهبي إلى دارها كل ليلة قبل صلاة الفجر، وضعي أمام بابها كيسا فيه 10 دراهم، 3 لطعامنا وبقيتها لطعامها وطعام أولادها. ما أكرمك يا عمتي. عائشة، إياك أن تراكي أو تعرف مصدر هذه الدراهم. ما أظنها تبحث وراءه، هي امرأة شديدة الاقتناع بما تفعل. سوف تقول إن الله كافأها لبرها بالسيدة نفيسة فأعطاها أضعاف ما تعطي. جئت في وقتك يا ابن حنبل، فقد بلغني عنك فتوى وددت لو سألتك عنها. سل ما شئت يا شافعي. تقول إن تارك الصلاة كافر، وهل تشك في ذلك؟ أنا لا أشك في ذلك إن تركها جحودا وإنكارا لها فهو كافر بإجماع المسلمين، ولكن إن تركها انشغالا وتكاسلا فرأيي أنه فاسق ويستتاب. في رأيي أنه كافر. رأيك أنه كافر، فبما يدخل الإسلام؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنه لم ينكرها في الأصل. يا شافعي، يدخل الإسلام بأن يصلي، ولكن صلاة الكافر لا تصح ولا تدخله الإسلام، فماذا يفعل حتى يكون مسلما؟ لا أعرف يا شافعي، ولكنني أستند في رأيي بتكفير تارك الصلاة إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والكفر ترك الصلاة، لم يقل تكاسلا أو تشاغلا. الحديث ليس مجرد نص يا ابن حنبل، ولكن هناك فقه الحديث. فلنناقش هذه المسألة في وقت آخر، إنما قصدتك اليوم في أمر يتعلق بكتاب الله. خيرا يا ابن حنبل. أصحاب الكلام يتكلمون جهارا نهارا في مسألة خلق القرآن، والمأمون يسكت عنهم؟ المأمون خالف أباه الرشيد وأخاه الأمين، وأعلن أنه يطلق حرية الفكر في كل شيء. عرفت الآن يا ابن حنبل لما كنت أتخوف من ولاية المأمون. كنت تتخوف لأنه فارسي الأم، أما الآن فالأمر لا يتعلق بفرس أو عرب. الخليفة يا شافعي لا يريد قيدا على حرية الفكر. غرر به أصحاب الكلام وخدعوه بكلمات ظاهرها حق ومرادها خبيث وباطل.
كان عليك يا شافعي إقناعه بالأثر والسنة وحدهما، ولكنك تخلفت عن مجالسه وتركت الساحة لأصحاب الكلام. ما وجدت فيه أملا يرتجى، وكما يقولون لا تحاول أن تقنع من لا يريد أن يقتنع. وما الحل يا شافعي؟ ما الحل فيما نواجهه الآن؟ مذهبي كما تعلم لا يرضى الخروج على الحاكم، ويرى في ذلك فتنة تفسد أضعاف ما تصلح. وكيف نطيق السكوت على ما نسمع في مساجد بغداد ومجالسها؟ وما الذي يربطنا ببغداد وما يحدث فيها؟ ما رأيك يا ابن حنبل لو ذهبنا إلى أي بلد آخر تواصل فيه أنت جمع الحديث وأواصل أنا وضع أصول الفقه؟ لا يا شافعي، لا أرى في ذلك حلا ولا نفعا. ثم إلى أين تريدنا أن نذهب؟ سمعت أن مسجد الفسطاط في مصر أصبح منتدى يتدارس فيه المسلمون شتى المذاهب ويطلقون عليه تاج الجوامع. تريد الذهاب إلى مصر؟ أعرف أن الليث بن سعد مات قبل وقت، ولكن تلاميذه البويطي وغيره يجمعون فقهه وينشرون علمه، وهو يلتزم بالوسطية التي أعتنقها. ما رأيك يا ابن حنبل؟ نذهب سويا إلى هناك. لا أحب أن تخلو بغداد من أصحاب الحديث. ما عاد بوسعهم أن يفعلوا شيئا، فقد أطلق الخليفة الحرية لأصحاب الكلام. بوسعهم التصدي لفكر أصحاب الكلام في المساجد والمجالس، فلا يتركونهم يسيطرون على العامة كما سيطروا على الخليفة.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا حمدة؟ الحمد لله. سافر الرسول إلى مصر أول أمس. هذا ما كنت أخشاه، كم أسفت لذلك. ليس هناك ما يدعو للأسف يا حمدة. هل وجدت شخصا آخر يحمل هدية السيدة نفيسة؟ نعم وجدته. من يا شافعي؟ أنت يا حمدة. أنا؟ كيف؟ أعدي نفسك للرحيل إلى مصر، ألا تودين ذلك؟ أود ذلك، فكم أشتاق إلى نفيسة، ولكن هناك ما يدفعني إلى البقاء هنا في بغداد. وما الذي يدفعك إلى ذلك؟ مسلمة تنتظر وليدها، ألا تحب أن ترى حفيدك؟ لا يصح أن نتركها وحدها. ما أظن أمها تتركها، وكذلك أبوها، ومعها زوجها، وكلهم لن يقصروا في رعايتها. أبوها يقاطعها كما تعلم. أحسبها ثورة غضب عارضة، سرعان ما تذهب بإذن الله. لا أفهم الدافع لهذا السفر المتعجل. ما عدت أطيق البقاء في بغداد، ما عاد فيها العلم الذي أطلبه. أما مصر ففيها تلاميذ الليث بن سعد الذي كان ندا للإمام مالك، وكان يتبادلان الحوارات والمناقشات والرسائل. ألم تفكر في أمور المعاش في مصر؟ يقولون إذا أردت أن تسكن بلدا لا تعرفه فيجب أن يكون عندك قوت سنة أو مجلس من السلطان تتعزز به، وليس عندك هذا أو ذاك. من يعتز بغير التقوى فلا عز له يا حمدة. ولكن التقوى لا تغني عن أمور الدنيا من طعام وشراب وملبس. أمدت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. أما فكرت في فراق ولدك وزوجته مسلمة؟ عثمان يملك أمر نفسه مثلي تماما، وبوسعه أن يبقى هنا في بغداد أو يلحق بنا في مصر إن أراد. لا جدوى من تغيير رأيك. لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها أرض المهامة والقفر، فوالله ما أدري أللفوز والغنى أساق إليها أم أساق إلى القبر. بل تساق إلى الفوز والغنى إن شاء الله. على بركة الله، فلنتهيأ للسفر. نفعل إن شاء الله. لعلي ألتقي بنفيسة قبل أن تترك مصر. سلام عليك إمام المشاعر، سلام عليك